الاسطوره هو صاحب فضل عليا وفضل على كثير من اللاعبين ديال كره القدم. شكون فينا ما كانش تيبغي التوقيت ديالو السي فراس وعسيله في الوقيته كانوا في المحمديه ولا في المنتخب، فانا تفرجت فيه وانا صغير وتنظن بين الافضل ديالو عليا هي النصائح الوقيته اللي كنت نلعب وكذلك في التدريب. فكما كانت فرصه تنشوفوا فكان الرجل ذو خلق عاليه. تنظن بان الاخلاق ديالو هي اللي تتكلم اليوم ليس كره القدم. تنتمنى من الله انه تكريم لهذا الراجل يكون تكريم كبير، لانه هذه المحمديه فنى حياته فيها ادى الواجب كما ينبغي. المغرب كله فقد رمز كبير من الرموز ديالو، لانه للاسف انه الرحيل ديالو ما استفدناش منه. احنا كلاعبين استفدنا، ولكن البقيه ما استفداش منه، لانه فعلا رجل ذو اخلاق عاليه. خلي كره قدم جنب، ولكن الاخلاق ديالو هي تتحدث اليوم. وهنا احنا كنا اليوم تنتكلموا على هرم من اهرام كره القدم المغربيه. نقي ورجل سخي وفيه بزاف ديال الخصال اللي هي حميده. نتمنوا له المغفره والرحمه. هو انا عشنا معاه الحمد لله. يعني انا تشرفت باش نعيش معاه في واحد الفتره في الاواخر ديال المنتخب. يعني وكان انسان اللي هو كان ناصح وكان تيرشد وكان تيوجه. يعني وما خدينا منه غير المزيان. الحمد لله غير المزيان الحمد لله. الضروريات باش نتواصلوا معاه مسكين ونتمنوا انه ربي يقبل منا هذا المجيء هذا، فهمتيني، والله يجعله في الميزان المقبول. دا وخير دليل هو الحضور ديال نسبه كبيره ديال الناس اللي جات تسمو، لانه اول حائز بكره ذهبيه. يعني بالرغم من الكره الذهبيه انسان اللي هو شرف، ما غنقولش غير شباب المحمديه، شرف التاريخ ديال كره القدم المغربيه وكان فخاره كبيره. فالاسم ديالو تيدل على بزاف ديال الحوايج، فهمتيني، والاسم ديالو تيتكلم على راسو. هذا الشيء اللي هو قيم، لازم باش نكونوا حاضرين مع السي احمد المسكين في هذه الوفاه ديالها، ونتمنى من الله يقبل منا. يرحم الجميع. تنتقدم بالتعازي ديالي الحاره للعائله الصغيره ديالو والعائله الكبيره. وكنظن ان السي احمد فراس الحاج عنده عائله كبيره، لان ماشي غير في محمديه ولا في المغرب، خارج المغرب، في افريقيا كلها ولا في اسيا ولا التعازي جاو من كاع البلايص، من لي كرون كلوب ديال لافريك كلهم خدموا التعازي ديالو باش تعرف الصوره اللي عنده ولا ورده من الورود ديال مدينه الورود تختفات. اسمه الله يرحمه ويوسع عليه دقه القبور. السلام عليكم. تلقينا ببالغ الحسن الاسى النبأ ديال وفاه اسطوره كره القدم المغربيه الحاج احمد فراس، الله يرحمه والله يوسع عليه والله يثبتو. عند سؤال نقدم احر التعازي للعائله الكرويه المغربيه بصفه عامه والعائله ديالو بمدينه المحمديه. كنقول لهم الله يصبركم والله يعوض محبته وصبر. ورحمه الله على الاخ فراس. يعني الانسان قبل ما يكون يعني اللاعب، واليوم فقدنا واحد يعني من الاهرامات الكبيره ديال كره القدم الوطنيه، رجل اللي جمعت فيه يعني كل الاخلاق، والدليل هو هذا الحضور المهيب ديال الاصدقاء ديالو، الاسره الرياضيه اللي حاضره باش انها تنعي هذا الشخص الكبير، واللي عطى شيء كثير يعني لكره القدم الوطنيه، وكان مثال في الانسانيه وفي الاخلاق وفي التربيه، وقدوه يعني للصغير والكبير. فيوم حزين تتعيشوا كرة القدم الوطنية، كيعيشوا الشعب المغربي. فاللي كنتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم الرحمة والمغفرة لهذا الرجل، وإن شاء الله الرحمن الرحيم يكون في جنات الفردوس الأعلى جوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا قلت لك يعني التاريخ ديال الرجل يعني خلاه وراه تاريخ اللي كان حافل. فبالنسبة لي أنا أسطورة في كل شيء ومثال في كل شيء، والاصدقاء ديالو كلهم كيحكيوا على التاريخ ديالو، على الاخلاق ديالو، على النبل ديالو. وهذا هو الانسان اللي كيمكن له انه يديه يعني من الحياه الدنيا. فلما كتكون هذا الصيت هذا الحمد لله كينعم عليك الله سبحانه وتعالى به، فكتمشي يعني مطمئن البال مرتاح الضمير. ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم رب العالمين يرضى عليه في الدار الاخره. السلام. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.